أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا ضمن النسخة المشتركة مع المغرب والبرتغال. أزمة نهائي كأس أفريقيا 2025 تنتقل من حدود الجدل الكروي إلى التصعيد. رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم يثير الجدل باتهامات صادمة للاتحاد المغربي وتصاعد ردود الفعل داخل المغرب وسط مطالبات بتحرك حاسم وفوري تجاه ما وصف بالاتهامات الخطيرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أزمة نهائي كأس أفريقيا تنتقل من حدود الجدل الكروي إلى التصعيد. جدل واسع حول تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال وسط تصاعد ردود الفعل داخل المغرب. الأزمة تتجه إلى تصعيد جديد يضع الكرة الإفريقية أمام اختبار حساس بين اتهامات سنغالية ورد مغربي يستند إلى القانون. للمزيد ينضم إلينا من الرباط الصحفي الرياضي نور الدين آية علي. نور الدين، رحب فيك في برنامجك وضيفنا الدائم. اتهامات علنية، الخطاب تجاوز حدود الرياضة رغم فوز السنغال ببطولة أفريقيا ورغم كل ما حصل في النهائي. لماذا يهاجم رئيس الاتحاد السنغالي المغرب؟ مرحبا عزيزي موسى، تحية إليك أولا وإلى كل أوفياء برنامج. أعتقد بأن خروج عبد الله فال في هذا التوقيت بالذات قبل الاجتماع الحاسم للجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو يندرج ضمن سياسة الهروب إلى الأمام. عبد الله فال حاول أن يضغط على الاتحاد الإفريقي من خلال هذه التصريحات، لكن أعتقد بوسى بأنه ورط نفسه مع الاتحاد الإفريقي، لأن هذه اتهامات يعني خطيرة جدا في هذا التوقيت بالذات. هو قال بأن الجامعة الملكية المغربية تتحكم في زمام الأمور داخل الاتحاد الإفريقي، وقال بأنه يعني واضح جدا سيطرة المغرب على الاتحاد الإفريقي، لكن هذا الكلام كلام خطير بدون أي دليل. وبالتالي أعتقد يعني بالإضافة إلى العقوبات التي قد تسلط على الاتحاد السنغالي، على المدرب، على اللاعبين، وممكن أيضا مسألة سحب اللقب من المنتخب السنغالي، أعتقد بأن هنالك عقوبات أخرى ستأتي في الطريق بالنسبة لعبد الله فال، لأنه تصريحاته لم تكن موفقة وافتقدت يعني للباقة، وبالتالي أعتقد بأن الرجل ورط نفسه يعني أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وساهم في تشويه سمعة كرة القدم الإفريقية. هذا التشويه اللي ذكرته نور الدين رغم أنه اتهم المغرب بالسيطرة على الكاف دون أدلة يعد تشهيرا بحد ذاته. هذه التصريحات لم تسيء للمغرب فقط إنما أساء الكرة الإفريقية كلها. كيف يعني الكاف يحمي نفسه من هذه الصورة؟ هي في الحقيقة التصريحات لم تسيء للمغرب إطلاقا، بل على العكس أساءت للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأعلى منظومة كروية داخل القارة السمراء. أعتقد بأن الاتحاد الإفريقي الآن سيرد على تصريحات عبد الله فال، ومطالب بالرد عليها، وكذلك معاقبة رئيس الاتحاد السنغالي حتى يأتي بالدليل. وتحدث عن أمور تنظيمية لكنه يفتقد للأدلة اللازمة حتى يتم الاتحاد الإفريقي بهذه الأمور. وأنا قلت بأن هذه التصريحات جاءت فقط هو حاول أن يضغط على الاتحاد الإفريقي، لأنه لربما وصلت إليه بعض التسريبات بأن العقوبات ستكون قاسية وقاسية جدا، خاصة في ظل ضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم، وخاصة وأنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يريد أن يرد الاعتبار لكرة القدم الإفريقية بعد الأحداث التي شوهت يعني سمعة كرة القدم الإفريقية وبعد انسحاب المنتخب السنغالي. يعني عقوبات من الفيفا والكاف خلال الفترة القادمة بعد هذه التصريحات؟ صحيح كان هنالك اجتماع على هذه التصريحات. أعتقد سيكون مطالب رئيس الاتحاد الإفريقي عبد الله فال بتبرير هذه التصريحات. ما السبب وراء هذه التصريحات؟ هل يمتلك الأدلة يعني الكافية والشافية حتى يدافع عن تصريحاته؟ أعتقد بأن الاتحاد الإفريقي الآن سيسلط عقوبات على رئيس الاتحاد يعني رئيس الاتحاد السنغالي، وأعتقد يعني هذه الخرجة بمثابة رقصة الديك المذبوح كما يقال، وهي سياسة الهروب إلى الأمام، خاصة وأنه جميل. بما أنك تعطيتني هذا المثل، لكن كيف تشوف غياب ردة الكاف خلال الفترة الماضية؟ نحن نتحدث ما بعد المباراة النهائية وأحداث الشغف
اللي صارت في المباراة النهائية واللي تحمل المنتخب السنغالي والطاقم الإداري والفني. هل واقف الكاف في خط الحياد أم الموضوع تم تأجيله؟ هو تم تأجيله بصراحة، لأنه الاجتماع يعني الخاص بلجنة الانضباط كان سيكون يوم الأحد الماضي، وتم تأجيله بطرف الاتحاد السنغالي بطلب من الاتحاد السنغالي، وهذا الأمر وافقت عليه الجامعة الملكية المغربية من أجل البث فيه يعني مساء هذا اليوم يوم الثلاثاء الساعة 5 بالعاصمة المصرية القاهرة. ولربما وأنا أحدثك في هذه اللحظات لربما القرارات اتخذت وفي الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عنها. وحسب التسريبات وحسب الأخبار القادمة من القاهرة ومن داخل دهاليز الاتحاد الأفريقي تقول بأن العقوبات ستكون قاسية وقاسية جدا، وقد تشمل كذلك يعني سحب اللقب من الاتحاد السنغالي أو اعتبار هذه النسخة نسخة بيضاء، نسخة 2025. وبالتالي يعني حتى كل المؤشرات موسى يعني تدل بأن الاتحاد السنغالي أولا لم يهنئ الاتحاد الافريقي، لم يهنئ الاتحاد السنغالي، ولا الفيفا كذلك هنأت الاتحاد السنغالي. الاتحاد الافريقي لم يعتمد بعد نتيجة المباراة النهائية، وبالتالي ينتظر يعني النظر يعني في الملفات الكاملة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. وأنا أعتقد بأن القرارات يعني ستكون صادمة للاتحاد السنغالي. لماذا؟ لأننا نعيش في منعطف خطير وخطير جدا، وإذا ما لم تكن هنالك يعني عقوبات قاسية ستتكرر مثل هكذا مشاهد في كرة القدم الإفريقية وفي الملاعب الإفريقية. إفريقيا تتجه نحو تنظيم ثاني مونديال لا على أراضي إفريقيا التي قدمت أجمل وأحسن نسخة في تاريخها هنا في المغرب، تريد أن ترفع من سقف المنافسة ومن سقف التنظيمات. أعتقد بأنه ما حدث يعني في المشهد الختامي يسيء لكرة القدم وسمعة كرة القدم الإفريقية، وبالتالي العقوبات ستكون قاسية وقاسية جدا. وقد تصل موسى حسب المادة 82 يعني من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي قد تصل إلى سحب اللقب من المنتخب السنغالي، أو على الأقل اعتبار هذه النسخة نسخة بيضاء من دون أي متوج. أنا استبعد يعني سحب النسخة من المنتخب السنغالي، كثيرة هي قرارات اللي طلعت في الفترة الماضية، لكن استبعد يعني قرار قوي يكون مثل ما ذكرته نور الدين. على العموم يعني غضب شعبي كبير في المغرب بعد النهائي، وأيضا بتصريحات رئيس الاتحاد السنغالي، أيضا تحرك المحامين، نقابة المحامين. صحة هذه المعلومة نور الدين؟ صحيح يعني بعد الغضب الشعبي ويعني من طرف عامة الجمهور المغربي، نقابة المحامين المغاربة يعني تقدمت بدعوى قضائية ضد رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال بعد هذه التصريحات التي مست يعني بنزاهة كرة القدم الإفريقية، واتهم فيها بشكل مباشر الجامعة الملكية المغربية بالتواطؤ مع الكاف والتحكم في زمام الكاف. وبالتالي هذه المسائل القانونية مطلوبة في مثل هكذا مواقف. وأعتقد بأن عبد الله فال وضع نفسه في وضعية صعبة جدا، أراد أن يضغط على الاتحاد الإفريقي لكنه يعني أضاف تهمة أخرى إلى الملف الأسود للاتحاد السنغالي. وبالتالي أعتقد بأنه وحتى المغرب القادمة الاتحاد الإفريقي ليس فقط الاتحاد الإفريقي، حتى المغرب نعم. اختار القانون بدل التصريحات يعني أسلوب رئيس الاتحاد السنغالي. يعني هذه قوة موقف أكثر، هاي تعتبر أنها قوة موقف أم أنها تهدئة من قبل المغرب؟ لا، ما يفسر أولا أن المغرب اتجه إلى القانون. لحد الآن لم تكن هنالك أي خرجة إعلامية يعني للسيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. سنتجه إلى القانون، سندافع يعني عن ملف ما حدث يعني في النهائي كأس أفريقيا بالقانون. الكاف يمتلك لجنة انضباط، لجنة قادرة على أن تنصف يعني الطرف المتضرر في هذه الأحداث التي
أثرت ليس فقط يعني على سير كرة القدم، سير المشهد الختامي، أثرت كذلك على سمعة كرة القدم والنجاح التنظيمي الذي قدمه المغرب. لا يجب أن ننسى بأنه حتى رئيس الاتحاد الإسباني أصبح يستعمل هذه النقطة يعني كنقطة ضغط من أجل احتضان نهائي كأس العالم، وبالتالي المغرب من حقه أن يدفع بكامل دفعاته القانونية ويضغط على الاتحاد السنغالي من أجل تفعيل المادة 82 من القانون التأديبي للكاف. وبالتالي أنا قلت بأنه أي نعم صعب جدا تجريد المنتخب السنغالي من اللقب، لكن الحدث الذي وقع يعني على مدار 15 دقيقة يؤكد بأنه كان هنالك انسحاب كامل وشامل للاعبي ومدرب الاتحاد السنغالي. لربما يتم الاكتفاء بمعاقبة باب ثياو، والأخبار تقول بأنه ممكن معاقبته ب5 سنوات كاملة، وكذلك معاقبة إدوارد ميندي ب2 مع معاقبة الاتحاد السنغالي بغرامة مالية قد تصل إلى 20 مليون دولار، وهو الذي حصل فقط على 10 ملايين دولار يعني كجائزة مالية. وممكن معاقبة الاتحاد السنغالي أيضا من المشاركة ومنعه من المشاركة في الكؤوس الإفريقية. الاتحاد الإفريقي خلال يعني الساعات القادمة. من الرباط الصحفي الرياضي نور الدين آية علي، شكرا جزيلا لك.